اهلا بيكم. فيديو النهارده عباره عن مجموعه فساتين للسواري وللسهره وكمان للافراح، جميله جدا وكلها اذواقها روعه. وكمان راعيت ان يكون في اختلاف بين الموديلات حتى يرضي جميع الاذواق. وكمان الفساتين ملائمه جدا ان هي تكون للمحجبات، مع يعني تغيير بسيط في الفستان، لكن مش هيكون متعب. يعني زي الفستان اللي قدامنا كده مناسب جدا للمحجبات، بس تختار السايز الاوسع. تقفيله بسيطه من على الصدر هيناسب جدا المحجبه. الفستان اللي قدامنا ده الاسود والازرق بتاعه تحفه جدا، زي ما احنا شايفين مناسب للمحجبات جدا. آه، هتطولي الكم شويه او هترتدي من تحت بيزك او بودي، هيكون تحفه جدا. الفستان ده كمان حلو قوي قوي، وكمان مناسب للاجسام الممتلئه. يعني زي ما انت شايفه كده القطعتين مناسبين ان هما بيداروا ديفوهات، مثل البطن العاليه، الارداف. ده جميل مناسب جدا. الفستان اللي قدامنا ده كمان مناسب كمان يكون فستان عروسة، يعني في خطوبة، في كتب كتاب، مع طبعا تغيير اللون. الفستان ده تحفة جدا رائع. لكن طبعا لو منطقة الصدر عالية كبيرة، الفستان مش هيكون أفضل شيء، يعني يكون مش أفضل شيء. ده مناسب جدا وحلو قوي، المشجر موضة جدا طبعا من الصيف اللي فات زي ما احنا عارفين. اللون ده تحفة قوي، الأخضر طبعا ترندي زي ما انت عارفة، وده أجمل وأجمل. الفستان ده تحفة، ولو اتنفذ على طويل هيكون جميل جدا. يعني أنا رأيي الشخصي إن الطويل بتاعه أجمل 100 مرة من الموديل اللي قدامنا، لكن في المجمل تحفة. الفستان ده طبعا رائع رائع رائع، حلو قوي قوي ومناسب للمحجبات. والمشجر كمان ده حلو قوي. الأحمر طبعا موضة زي ما احنا عارفين. هنا بقى انا جايبه لك الاحمر بانواعه بقى، فستان نازل على صك، عندك الجامب سوت برضو جبتهولك. يعني كل موديلات اللون الاحمر تقريبا موجوده في الفيديو. ده الجامب سوت ده طبعا كل دي سواريهات، جميل جدا. في حاجه كنت حابه اقولها يا جماعه، ان بتجيلي اسئله كتير في التعليقات: العنوان، التفاصيل، السعر. انا قلت قبل كده، والفستان ده حلو قوي قوي لانه مختلف، يعني حابه تكوني مختلفه. القطعه واحده بس، مش هتلاقي حد مرتديها تاني. الفستان ده حلو قوي 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 لما تكوني عايزه تكوني لابسه قطعه واحده محدش كررها، وده جميل جدا. نرجع تاني اللي كنت بقوله. انا ما عنديش اي براند، انا مش ببيع. انا مهتمه بالفاشون، بحب الفاشون جدا، بحب الموضه جدا. بحب اساعد الناس في اختيار. لو عندها مناسبة مثلا، عاوزة محتارة حابة تلبس ايه، عايزة تعرف ايه الموضة اللي نازلة الايام دي، الالوان الترندي. فانا بعمل فيديوهات دي مساعدة لاي بنوتة او سيدة محتارة في ارتداء موديل او عاوزة حد يساعدها في الاختيار. فانا بجيب لك موديلات ترندي، بيكون كمان الموديلات بتاعتها حديثة جدا، تختاري منها وتاخدي منها كمان افكار. يعني عجبك مثلا الجامب سوت اللي قدامك ده، انا رايي الشخصي كمان ما تشتريش خصوصا فساتين السهره والسواري، لا نفذيها عند الترزي بتاعك، او اقرب ترزي ليكي، او حد يرشح لك ترزي كويس اتجليه كويس تنفذي عنده الفستان. لان الفستان الجاهز بيبقى فيه عيوب كتير، بيبقى السايز بتاعه واحد بس. يعني لو خسيتي شويه مش هيناسب معاكي، لو زدتي شويه خلاص الفستان راح، مش هتقدري تلبسيه تاني. اما لو انت منفذاه عند الترزي، فالترزي بتاعك بيعمل حساب كل ده. لو زدتي شويه في الفستان ممكن يعمل لك توسعه للفستان، لو خسيتي شويه يعمل لك تضييق للفستان. فعلشان كده الفستان اللي انت بتنفذيه على ايدك آه، احسن بكتير وعملي جدا. لان كمان انت بتختاري نوع القماش، نوع القماش ده مهم جدا مناسب لجسمك. في قماش بيبقى وحش جدا، بتشتريه جاهز، بتكتشفي نوع القماش ده انه سيء جدا بعد للاسف ما تكوني دفعتي الفلوس. والنهارده الفساتين السواري بالذات مش رخيصه، بألوفات مؤلفه. ف ما دام هشتري وهصرف بقى، لا اصرف على اللي هنفذه حتى لو هيكون اغلى من الجاهز. انتي كسبتي فستان ممكن تحضري مناسبة واتنين وتلاتة بيه. فدي نصيحتي ليكي طبعا وطبعا يعني عن تجربة، عن تجربة بجد. يعني انا احبذ ان انتي تنفذي الفستان بتاعك.
فنرجع للي كنت بقوله، الموديل اللي يعجبك خدي سكرين شوت ونفذيه عند الترزي بتاعك.